مواجهة المنتخب العراقي امام المنتخب الياباني راح تكون قوية جدا. يعني المنتخب العراقي لازم يلعب الند امام المنتخب الياباني، بسبب انه الجمهور العراقي راح تكون متواجدة ومنتظر فرحة من المنتخب العراقي، وهذا الشيء اللي راح يدفع المنتخب العراقي انه يطلع بنتيجة ايجابية امام المنتخب الياباني. اذا كان فوز او تعادل فهي نتيجة مرضية للجمهور العراقي. الشعب العراقي كله منتظر فرحة من كرة قدم، فهذا الشيء لازم يكون حافز للاعبين، لازم يكون دافع لهم حتى يواجهون المنتخب الياباني مواجهة قوية ويلعبون الند ويلعبون على الفوز قبل لا يلعبون على التعادل. احنا كشعب عراقي ننتظر فرحة من منتخبنا، ننتظر نتائج ايجابية من منتخبنا ان شاء الله يحققها المنتخب العراقي، والمنتخب العراقي قادر على هذا الشيء. صح المنتخب الياباني قوي، لكن احنا نمتلك لاعبين، نمتلك اسماء جيدة بالمنتخب، نمتلك مدرب جيد يقرأ المباراة بشكل صحيح. يعني مثل ما صار امام اندونيسيا، المدرب سحب بعض اللاعبين حتى